السلام عليكم الإخوة المغاربة، الأخوات المغربيات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الموضوع إن شاء الله ديالنا الإخوة الكرام عطينا العنوان التالي: من زندقة الانفصال إلى شرعية المطالب. هكذا حول الزفزافي تهمة الخيانة إلى اعتراف بالشرعية. قبل ما نبدا الإخوان في الموضوع ونعطيكم الأسباب بالضبط لتناول الموضوع من خلال هذا العنوان هذا، لازم باش نأكد على أو لا يعني أؤكد التعازي ديالي إلى العائلة ديال المناضل ناصر الزفزافي، وكذلك إلى الوالدة ديال ناصر الزفزافي، وإلى كل الأحرار والحرائر في المغرب كله وأينما كانوا. فبعد تقديم التعازي بغيت فقط ندخل الآن إلى الموضوع ديالنا. أولا لازم من توطئة أو من مقدمة حتى نصل إلى حتى نتمكن من الدخول إلى الموضوع. فأول شيء يجب التذكير به هي الأسباب التي أدت إلى حراك الريف. سأحاول قدر الإمكان تلخيصها بشكل مبسط ودقيق، لن أتجاوز فيها أقل من دقيقة إن شاء الله. فكنا كنعرفوا في سنة 2017 اللحظة اللي تم طحن المرحوم الشهيد محسن فكري في حاوية ديال الأزبال. قام سكان الريف آنذاك بالخروج في احتجاجات استمرت لأكثر من 8 أشهر متتالية. هذه الاحتجاجات هذه اللي كان القائد ديالها هو ناصر الزفزافي. فكانت هذه الاحتجاجات أصبحت تشكل رعبا للنظام المغربي. هذا الرعب هذا كيتشكل انطلاقا من عدة أمور رأى فيها النظام أنها تشكل خطرا عليه. الأمر الأول هو أن هذه الاحتجاجات كانت تخرج ولا تحمل الراية المغربية، كانت كل احتجاجات تحمل راية الريف أو العلم ديال الريف، إضافة إلى الأعلام أو العلم الأمازيغي، وكان هناك غياب تام للراية المغربية. النقطة الأخرى التي أثارت حافظة النظام هو العدد المهول الذي كان يشارك في تلك المظاهرات، بحيث أن الريف قاطبة عندما يتم الإعلان عن احتجاج فتجد الاحتجاجات في الحسيمة وكذلك في بقية المدن الريفية الأخرى. وهذا أمر، وهذا العدد المهول ديال الاحتجاجات فاق 450 ألف متظاهر. يعني أن المسيرة الخضراء اللي كتقول لك بمقتضاها تم تحرير الصحراء لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 350 ألف. فكان حراك الريف يعني العدد المواطنين المشاركين في الاحتجاج تجاوز 450 ألف محتج. النقطة الأخرى التي أفاضت الكأس وهي التصريحات التي كانت تصدر عن نشطاء الحراك، والشيء بحيث أن جعلت النظام يخاف وكذلك جعل النظام يتهم نشطاء الحراك بالانفصال. إذن هذه هكذا بدأت تتكشف لنا الصورة، وبالتالي بدأ النظام المغربي يخطط انطلاقا من وصفه لحراك الريف بالانفصال. بدأت المخابرات المغربية تخطط
لماذا تخطط لاعتقال قادة الحراك وبالتالي إنهاء هذا الحراك. قبل ما ندخل كذلك إلى التكوين ديال الحراك، لازمنا ما نوقفوا على نقطة أساسية، وهي أن المخابرات المغربية أصدرت سنة 2017 واحد التقرير سري نشرته الجريدة ديال العربي 21. تيقول هذا التقرير على وجود منظمات انفصالية بأوروبا تعمل على اختراق الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة منذ أزيد من 6 أشهر. وذكر التقرير الذي اطلعت عليه مجلة جون أفريك وجود منظمتين، وهما ONG أغراو نأريف، وكذلك حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف، واللذان يتواجد مقرهما في هولندا وبلجيكا. وتيزيد تيقول التقرير: وبحسب السلطات الأمنية فإن هاتين المنظمتين لعبتا دورا كبيرا في مظاهرة 26 مارس التي نتج عنها إضرام النار في بناية تابعة لرجال الأمن إلى آخره. يعني أن المخابرات المغربية اللحظة اللي كبر عليها الطرح قالت شنو الحل اللي غادي ندير؟ أرى نرمي تهمة الانفصال على حراك الريف حتى يعني تكون لها ذريعة قانونية لقمع الحراك. لكن قبل هذا لكن كنتفاجئ كذلك بالحكومة المغربية هي الأخرى قامت باتهام حراك الريف بالانفصال، وهكذا جاءت أحزاب الأغلبية كنلقاو حزب العدالة الندالة والمعصية، كذلك حزب ديال الحزب الاتحاد الدستوري، الحزب الأحرار، كذلك التقدم والاشتراكية، يعني التقدم والاشتراكية كاين إلى هناك. يعني الأغلبية الحكومية أصدرت بلاغا كتقول فيه على أن الريف يريد الانفصال وأن على الحكومة أن تتدخل لمنع هذا الانفصال. وكان كذلك وزير الداخلية آنذاك عبد الوافي الفتيت والذي لا زال وزير الداخلية، كان كذلك الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية والآخر يعني اتهم حراك الريف بالانفصال. بعد يومين فقط تيجي رئيس الحكومة وتيقول لك ودي هذا خطأ ارتكبناه، ونشطاء الريف ولا مطالب ديال سكان الريف هي مطالب اقتصادية ومطالب اجتماعية، وبالتالي فما صدر عن الأغلبية الحكومية هو خطأ ليس إلا. إذن هنا بدا كتضح لنا الصورة أن حراك الريف خلق رعبا لدى النظام. حراك الريف زعزع العرش ديال النظام. وباش نأكدوا على أن حراك الريف بالفعل زعزع يعني العرش ديال النظام، كنجيو واحد القدس العربي نشرت: الدولة المغربية تعترف بخطئها بوصف الريفيين بالانفصال والخيانة. ما يهمني في هذا المقال هو التصريح الذي أعطاه المستشار الملكي اللي هو الجراري، عباس الجراري، عباس الجراري، عطاه لجريدة الصباح. اشنو تيقول هاد الجراري، هاد المستشار الملكي؟ تيقول لك هذا خطير، يعني تصريح خطير جدا.
تيقول لك: وبعد مرور يومين الاثنين من الاسبوع الجاري يدلي عباس الجراري وهو مستشار الملك محمد السادس بحوار مثير مع جريدة الصباح، مشيرا إلى فشل مؤسسة الدولة خاصة الحكومة في إيجاد حل للحراك، ولم يحبذ تدخل الملك محمد السادس لأن تدخله لا يضمن نهاية الحراك. كما تساءل عن دور الأحزاب والنقابات التي لم تقف أو لم تقدم شيئا حتى الساعة. وعلاوة على الاعتراف بالخطأ، يبقى أخطر ما جاء في حوار المستشار الملكي هو اعترافه بأن تدخل الملك قد لا يضمن حل المشكل، وهذا يعني مباشرة عدم قدرة أو صعوبة كل المؤسسات في إقناع ناشطي الريف بما فيها الملكية. يعني أن التم الملك، وهذه قضية كنتذكروها جميع، اللحظة اللي كان حراك الريف وكان وصل واحد المود، يعني سخن الطرح، كي تنقولوا سخن الطرح بزاف، يعني بدا هذا الحراك يمتد إلى بقية المدن المغربية. كان الكل يتساءل أين هو الملك؟ لماذا لم يقم الملك بخطاب؟ سيما وأن الساكنة تاع الريف وخاصة نصير الزفزافي كان يرفض رفضا قاطعا أن يتحاور مع الحكومة، لأن الأغلبية الحكومة وصفتهم أو اتهمتهم بالانفصال. وكان دائما تيقول لك: اودي حنا كبينا نهضروا مع السلطات الفوق، يعني الملك، المستشارين ديالو الى اخره، هذوك اللي معنا بينا نهضروا، اما الحكومه ما بقيناش باقي بينا نهضروا معاها على الاطلاق. ف هنا نعطيكم التصريح ديالو بالضبط. تيقول لك: واحد دار الزبزافي من الخطوات التي يقدم عليها هؤلاء الشيوخ ومريدي الدكاكين السياسية في الأيام الأخيرة، والتي ترم إلى إذلال وتركيع الريف وإخماد حركياته على حد تعبيره. وقال إن هؤلاء يقومون بدور خبيث من وراء الستار، متخفين في جلاليب النضال، والأصل أنهم ليسوا إلا بلغات سياسية يلبسها أسيادهم للمرور عبرها إلى مطامعهم. وأكد في رسالة أنه لن يشارك في الحوار مع أي جهة تقوم بمبادرة مشبوهة أو ملغومة، كما لا يمكنني السماح للوصوليين والخونة بالركوب على معاناة الريف ومآسيه دون فضحهم. وجدد موقفه الرافض لجميع الدكاكين السياسية واعتبرها جزءا من المشكلة، وأكد أنه لا مساومة على قضية كل الريفيين الأحرار إلى آخره. إذن هنا كيتضح لنا بالضبط كيفاش أصبح الاتجاه ديال الحراك ديال الريف والقادة ديالو. السؤال اللي بغينا نطرحه هو: لماذا محمد السادس لم يقوم بأي خطاب موجه للريفيين؟ وهنا غادي نرجعوا لسنة 1984، اللحظة اللي كان كان الريف إضافة إلى مراكش، كانوا داروا إضرابات خطيرة جدا. هاد الإضرابات اللي كانت وقعت خلات الحسن الثاني يتدخل وقال واحد الخطاب. هذا الخطاب كان خطابا تأجيجيا، بحيث أنه وصف ساكنة الريف، عطاهم واحد الوصف قبيح، غاب هذا التصريح: الأوباش. وصف ساكنة الريف بالأوباش، وكان خطابا تهديديا. لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة آنذاك، والله ما بقي محمد الحسن الثاني في الحكم، ولكن كان عنده الزهر أنه وسائل التواصل الاجتماعي ما كانتش، وبالتالي يعني في الخطاب تيقول لك: راه اللي كيشري
على الكبير، يعني كيقصد بها القانون الجنائي، راه اللي كيسري على الكبير غادي يسري على الصغير. واتهم فيها كذلك رجال التعليم بانكم انتم سبب هذه الاضرابات ديال 84 الى اخره. كان وجه محمد السادس ما خرج، ما خطب، ما قال والو. علاش ما خطب شاي؟ لانه لسبب بسيط، لانه خاف الا بغى يخرج يخطب حتى واحد ما غيسمعو، لان وسائل التواصل الاجتماعي كاينه والنقاش كان انذاك مفتوحا ودائرا وعلى قدم وساق. وبالتالي كان محمد السادس كان يخاف على صورته، بحيث لو قام بخطاب موجه لساكنه الريف كانوا يعني غادي يكون ذاك الخطاب غادي يكون طامه كبرى على الملك ديال محمد السادس، وبالتالي كان سوف يحط من السمعه ديال ومن صوره محمد السادس. اذا دابا تحدثنا في هذه النقطه هذه بخصوص اسباب الحراك وكذلك نظره الحكومه ونظره محمد السادس للحراك. دابا غادي ننطلقوا لواحد النقطه اخرى واللي هي اساسيه، غادي نعتمد عليه ان شاء الله في التحليل ديالنا المقبل. الزفزافي والرفاق ديالو اللي هما معتقلين الان قاموا بتقديم او باجراءات ديال او لا بطلب ديال اسقاط الجنسيه عنه، حيث انه ناصر الزفزافي تيقول لك انا ماشي مغربي كنحيد الجنسيه على انا لا اعترف بالجنسيه المغربيه، وبالتالي فانني اخلع البيعه ديال محمد السادس عليا. نفس الشيء قالوها كلهما نشطاء الحراك اللي العدد ديالهم 5، ولكن من بعد كيجي كيلتحق بهم شخص اخر اللي هو الاسم ديالو عبد العالي حود، هو الاخر يتخلى عن الجنسيه ديالو المغربيه، وبالتالي كيسقط رابط البيعه اللي بين قوسين بينه وبين محمد السادس. اذا فنصر الزفزافي اضافه الى انه كان ولا زال حتى قبل اعتقاله وحتى بعد اعتقاله كان دائما تيقول لك اودي انا نشطاء الريف ليسوا بانفصاليين، كان دائما تيقول هذه الهضره هذه قبل ما يتعتقل اثناء اعتقاله وحتى بعد ان خرج في اطار رخصه استثنائيه، خرج لتوديع او لا لحضور مراسم الدفن ديال الوالد ديالو رحمه الله عليه، واكد ذلك. اذا فاحنا الان امام واحد الشخص او مجموعه اشخاص اللي تيقول لك نحن لسنا بانفصاليين، ولكن في نفس الان لسنا مغاربه، تخلينا عن جنسيتنا المغربيه، نحن كذلك لا نعترف بالمالك وبالتالي فهو ليس مالكا علينا. هذه الشخصيه الاولى. وشخصيه اخرى ثانيه دائما عدد الناس تيقول لك اودي في الشخصيه الثانيه واللي ظهرات سواء من تدوين من التصريح اللي قال ناصر الزفزافي اثناء المراسم ديال الجنازه، ولا كذلك التدوينه اللي حطها المعتقل جلول واللي تيجدد فيها اواصر الترابط بين ابناء الوطن، بحيث انه لا يقول بالانفصال ولكن كيقول لك اودي بانه نجدد اواصر الترابط بين ابناء الوطن. يعني دابا عندنا ناس يؤمنون بالوطن ولكن لا يؤمنون بالجنسيه المغربيه، ويؤمنون بالوطن ولكنهم خلعوا بيعتهم عن الملك. فهاد النقاط رئيسيه الى بغينا نناقشوا الخروج ديال الزفزافي من السجن، وبغينا نناقشوا كذلك الكلمه ديالو اللي
يعني أقامت الدنيا ولم تقعدها. وهنا إن شاء الله غادي ندخلوا مباشرة قبل ما نناقشوا الكلمة ديال السي ناصر الزفزافي. بغينا فقط نديروا واحد الملاحظة مهمة جدا، وهي خروج ناصر الزفزافي من السجن في إطار ما يسمى ب يعني في إطار ما يسمى ب اسمحوا لي نعطيكم بالضبط المصطلح باش ما تدابير تشجيعية، ولكن خليوني نتأكد من المصطلح أكثر. تماما، تدابير تشجيعية، يعني أن إدارة السجون في الحالة اللي تيكون أي معتقل كيف ما كان نوعه، سواء اعتقال سياسي أو ديال الحق العام، إلا كان هذاك السجين يتميز بسلوك حسن، كان هذاك السجين يعني يطيع الأوامر، كان يعني ما فيهش مشاكل بصفة عامة. هنا إدارة السجون كتعطيه أو كتعطيه بعض، كتمتعوا ببعض التدابير التشجيعية، بحيث أنه من ضمن التدابير التشجيعية يقدر مثلا الماكلة تقدر تزيدوا في الماكلة، تقدر تسمح له مثلا بخصوص الوقت ديال الفسحة، إلا كانت مثلا ساعة تقدر تعطيه هو ساعة ونص أو لا ساعتين. علاش؟ لأنه سجين ظريف ما فيهش مشاكل، قاد سوق راسو، كيخضع للأوامر ديال الإدارة، مطبق القانون معاهم إلى آخره. فكتكون هذه تدابير تشجيعية، وكتدخل في إطار هذه التدابير التشجيعية كذلك كتدخل واحد النقطة مهمة. شنو هي؟ هي أنه هاد تيكون عند الحق عند المدير ديال السجن أو المدير العام ديال السجن أنه يمتع هذاك السجين في حالة ما إلا مرض شي واحد من العائلة ديالو، أو لا كانت شي مناسبة دينية وبغى يمشي يدوز بعض الأيام مع العائلة ديالو، كيعطي له هذا الحق، تيقول له سير دوز الوقت ديالك، ولكن في الساعة الفلانية في الوقيته الفلانية غادي تخرج، غادي تلقى السيارة تاع السجن كتسناك، غادي تركب فيها وغادي تجي ترجع تكمل السجن ديالك. فهاد العملية، هاد الحق هذا أعطي لي الزفزافي 4 ديال المرات. المرة الأولى اللحظة اللي كانت الجدات ديالو في المستشفى، واللحظة الثانية كذلك تعطاتو فاش كانت الوالدة ديالو شفاها الله كانت حتى هي في المستشفى، واللحظة الثالثة تعطاتو هي اللحظة اللي مشى شاف الأب ديالو قبل من الوفاة ديال الأب ديالو رحمة الله عليه، شافو كذلك في المستشفى. والرابعة والأخيرة هي هذه اللي مشى حضر فيها المراسم ديال الدفن ديالو. يعني المرة الأولى والثانية والثالثة اللي تعطات فيها الناصر الزفزافي الرخصة، كانت كيخرج ناصر الزفزافي من السجن وكيمشي مباشرة إلى المستشفى، وعندما تنتهي الزيارة يرجع مباشرة إلى السجن. هاد المرة هذه كيخرج من السجن ويأتي مباشرة إلى المنزل. هنا علاش ما تعطاش، أو لا هنا خليونا نديروا مقارنة ما بين ناصر الزفزافي وما بين خالد عليوة اللي كان هو المدير ديال القرض العقاري والسياحي اللي كشط الدولة. هاد السي عليوة اشنو تيقول؟ عفوا ماشي تيقول لك هاد
عليوه قد كشف ان عليوه راه كانت اللحظه فاش ماتت الوالده ديالو الله يرحمها، فاش ماتت الام ديال خالد عليوه، كان انذاك المدير ديال السجن هو حافظ بن هاشم. هذا حافظ بن هاشم عطى لخالد عليوه، عطاه ساعتين، بحيث ان عليوه كاين في السجن ديال عكاشه، والوالده الله يرحمها ديال خالد عليوه بات تدفن في الرباط، فعطاه ساعتين، قال له انت غادي تمشي تحضر المراسم ديال الدفن وغادي تجي للسجن ديالك، وعطاه ساعه يعني يخرج من الدار البيضاء بيمشي يدفن مو وبيرجع لعكاشه، بيمشي يدفن مو في الرباط وبيرجع يدخل لعكاشه. فكان خالد عليوه رفض هذه القضيه، فتدخل محمد السادس شخصيا وهو يعطي لخالد عليوه 4 أيام، قال له خرج من السجن، سير دفن امك ودوز للدار استراح وكمل مراسم ديال العزاء، ومن بعد ديك الساعه ارجع للسجن. خالد عليوه خرج بالفعل انطلاقا من تدخل ملكي، تدخل ملكي، لانه الاختصاص ديال منح هاد التدابير التشجيعيه او هاد الرخصه او هاد الاجازه الاستثنائيه، الاختصاص ديالها كيعود للمدير العام ديال اداره السجون. هنا في خالد عليوه مدير العام ديال اداره السجون اللي هو حافظ بن هاشم عطى ساعتين، فتدخل الملك رغم انه ماشي من اختصاص الملك، وعطى 4 أيام لخالد عليوه، وبالفعل خالد عليوه خرج من الحبس باش يدفن مو، ما بقاش رجع الى حد الساعه. والمغاربه يتساءلون علاش خالد عليوه ما رجعش للحبس، علما بانه ما كان لا عفو ملكي عليه ولا حتى شي حاجه، ولا زال لم يتمتع بالعفو الملكي الى اخره. وهكذا يعني كنشوفوا ملك المغرب اللي هو حامي يعني القوانين والدساتير والدستور المغربي الى اخره، هو من يخترق القانون في المغرب. اذا فهنا ناصر الزفزافي خرج من السجن، ادى الواجب ديالو تجاه الجثمان او تجاه يعني العائله ديالو، وحضر مراسم ديال الدفن ديال الوالد ديالو الله يرحمه، رجع دابا للسجن. هذا الخروج ديال ناصر الزفزافي كنتفاجئوا بانه اعطي له حجم كبير جدا، بحيث ان كلمه اللي قال ناصر الزفزافي من السطح ديالو ديال البيت ديالو فيها 2 دقائق تقريبا، 2 دقائق. كنتفاجئوا بوسائل الاعلام المخزنيه تصدح وتكتب بانه ناصر الزفزافي يصدم اعداء الوطن، وانه يعبر عن وطنيته، وتيقول لك ودي لا للانفصال، علما بان غادي نستمعوا للكلمه اللي قال ناصر الزفزافي، غادي نستمعوا لها. كانت كلمات او لا كانت كلمه، هذه الكلمه اللي قال لي على قلتها من حيث الوقت 2 دقيقتين، على القله الزمنيه ديالها كانت كلها لكمات للنظام. واشكر الزفزافي، برافو عليك الزفزافي، وصلتي لهذا المستوى تبارك الله عليك في التعبير، برافو عليك. يعني كانت كلمات كلها صفعات للنظام لم يفهمها الاعلام المغربي او اراد تجاهلها. وهنا غادي ندخلوا باش نتحدثوا على هاد الكلمه هذه اللي قال السي ناصر الزفزافي، فيها بالضبط تقريبا 2 دقائق و22 ثانيه. وسمحوا لي الاخوان، راه نتمنى من الله ما نطولش الفيديو، ولكن خليونا يكون اليوم معكم لولا اولا فضل الله تعالى والمجهود، حقيقه اقولها واشهر بها مصداقا لقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولكل طفل يشتغلوا الى اخر
يعني الساعات من أجل أن تتحقق هذه الأمنية بحضور جنازة والدي رحمه الله الذي أسميه طبعا إذا قبلتم فضلا وليس أمرا أبو الأحرار والحرائر. اوكي، اخطر هي اللكمه الاولى كاين هنا في هذه العمليه جوج ديال اللكمات. اول لكمه هي ان العلم المغربي ما كاينش، وكاينه رايتين سوداويين يعني كحلات سوداويتين، يعني ما كاينش الرايه المغربيه. وإلا رجعتوا للجنازه ما غاديش تلقاو الرايه المغربيه على الاطلاق، ما كايناش الرايه. وحنا كنعرفوا على ان يعني الجنازات السياسيه لابد وان ترفع فيها الاعلام الوطنيه. هذه مساله يعني لا يختلف فيها اثنان. اول حاجه ملاحظه دابا الاولى، الرايه المغربيه ما كايناش، لا الجمهور هز الرايه المغربيه ولا السطح ديال البيت ديال الزفزافي فيه رايه مغربيه، فيه جوج ديال الرايات كحلات صافي. يقدر شي واحد يقول لك اودي هذاك تعبير على الحزن، نقول لك اوكي تعبير على الحزن، ولكن على الاقل دير وحده كحله وحده اورا ديال الرايه الوطنيه على الاقل. ولكن باش ديرهم بجوجهم كحلات، هذا هو الصفعه الاولى. الصفعه الثانيه واللي قالت في هذا الخطاب هو فضلا وليس امرا، اريد ان اقول ان تقبلوا ان يكون والدي رحمه الله عليه اب الاحرار والحرائر. فصفق الجمهور. شكرا لك اخويا الزفزافي، برافو عليك. هذا فيه بس يعني سحب للبساط من تحت اقدام الملك، اللي معروف ان الملك هو الذي يتولى شؤون المغاربه، وحنا كنعرفوا الاب هو من يتولى شؤون ابنائه. الذي يتولى شؤون المغاربه هو الملك، الذي يسهر على امن وطمأنينة المغاربه هو الملك. يعني فالملك يعتبر في المخيل الشعبي المغربي بمثابه اب. اذا تم بسط او سحب البساط من القدم ديال محمد السادس، وبالتالي اصبح والد المغاربه هو المرحوم احمد الزفزافي، ويستحق هذا اللقب، يستحق هذا اللقب. فشكرا لك اخي ناصر. نكملوا الكلمه. نذر حياته في سبيل الوطن. نحن بارك الله فيك، نحن كما قلنا مستعدين لنقدم دفاعنا على كل شيء في احضان هذا الوطن. ولذلك ايها الاخوان، من الصعب جدا ان يتحقق هدف قبول التعزيه من الجميع، ولكن حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إكرام الميت دفنه. الأب ديالي يتواجد في المستشفى، العائلة ستمشي للمستشفى باش تجيبو، سيصلى عليه إن شاء الله في المسجد العتيق. إذا هنا بغى يخرج مباشرة من هذه الكلمة هذه، وبغى يمشي يدفن الوالد ديالو الله يرحمه. لكن قبل قال واحد الكلمة مهمة، واللي هي انه قدم الشكر لمن؟ للمدير العام ديال اداره السجون للتامك، قدم له الشكر. هنا السؤال، يعني قدم الشكر للمدير وقدم الشكر كذلك للاطر اللي خدامه في السجن على التسهيلات اللي تعطات له الى اخره الى اخره. في نظركم الاخوان، واش هذا التامك غادي يتخذ هذه المبادره غير هكذا شخصيا، غير هكذا اعتباط؟ والله لن يتخذها لو لم يستشير سياده. يستحيل ان ياخذ هذه المبادره من تلقاء نفسه، سيما وان الامر فيه البيت وفيه جنازه، فيه احتكاك بالناس، فيه كذا. الامر
اكبر بكثير من المدير ديال هذا. فاللي عطاه الحق هو اللي في بالي وبالكم، اللي هو محمد السادس. كيف كان تدخل محمد السادس فاش تعطات 4 ايام لخالد عليوه، حاليا كيتدخل محمد السادس. ولكن ما عجبني في نصر الزفزافي انه وهو يعلم بان راه العمليه جات من الفوق، ولكن رفض ان يشير. كان على الاقل يقول ودي ولكل اشكر المندوب العام وكذلك الموظفين اللي سهروا كذا كذا، ولكل جهة أخرى ساهمت في كذا. هنا غادي نقول بأنه كيعني بها، ولكن السيد سد الباب. السيد سد الباب، يعني ما لا يعترف بشيء اسمه النظام الهلاكي في المغرب. الآن الإخوان بعد ما وضحنا هذه الأمور هذه وبينا بأنه الزفزافي لم يكن في يوم من الأيام انفصالي، وهذا جاء على لسانه، وأن الإعلام المخزاني كما قلنا في سنة يعني في 2017 بالمناسبة، هذه الجزائر تايمز اللي كنستدل بها اليوم، هذه راه ديجا تحدثنا عليها، وهذه راه ديال الخموجي ديال المخابرات المغربية هي اللي دايراها، راه ماشي جزائرية. كيقول لك نعم هو حراك انفصالي وبدون شك. حراك الريف في شمال المغرب حراك انفصالي بدون شك ولا مواربة، لأن حلم سكان منطقة الريف كان دائما ولا يزال حلما انفصاليا. هذا جريدة مغربية، هذه الجزائر تايمز جريدة مغربية مخابراتية بامتياز. كذلك كنرجعوا دائما هذا يوم هدد الزفزافي بتشتيت الدولة وإدخال الأباتشي إلى المملكة، يعني أنه الزفزافي كان دائما يوصف بالانفصال، رغم أنه تيقول لك ودي حنا راه ما انفصاليين ما والو. كيجي دابا حاليا وكنلقاو بأن الزفزافي يصدم أعداء الوطن معبرا عن وطنيته. فبالله عليكم أي إعلام هذا؟ أي إعلام هذا نتحدث عنه؟ هذا اعلام ديال الصرف الصحي. البارح قال النظام وقفوا كنوقفوا، قال النظام قعدوا كنقعدوا. هذا هو الاعلام عندنا حنا في المغرب. ما كاينش عندنا اعلام حر، ما كاينش عندنا اعلام حر، ما كاينش. ففين ما دار النظام كندوروا حتى حنا معاه، حنا الظل ديالو. اذا فهاد ناصر الزفزافي حاليا يكشف لنا حتى عورة الاعلام في المغرب. لا اعلام لنا، ما عندناش شي حاجه سميتها اعلام. كيف وضح لنا بانه الحكومه هي محكومه، ووضح لنا بانه الملك كان خاف من الحراك ديال الريف، بانه اصبح يرتعد، ما قادرش باقي يتحرك على حسب ما جاء عباس الجراري اللي هو المستشار ديال الملك. هادشي كلشي ذكرناه. فالان السي ناصر الزفزافي فك الله الاسر ديالو تيجي وتيبين لنا كذلك حتى العوره ديال الاعلام المخزاني. باش نزيدوا ناكدوا الاخوان، وهذه النقطه قبل الاخيره، التصريح ديال ناصر الزفزافي. اول حاجه شوفوا تيقول لك هذه فيديو ديال الحراك ديال الريف، هذا ماخوذ في سنه 2017. تيقول لك نحن ريفيون ولسنا انفصاليين. غادي نسمعوا دابا اش بيقول الزفزافي بالضبط على هذا الاتهام ديالو بالانفصال. في الليله ديال الشهيد محسن فيك، اسمحوا لي غادي نزيد الحراك الشعبي اللي كيوقع دابا حاليا. فقلت ما يمكنش اننا غنبقى حابس الفيديوهات وفي الفيسبوك وفقط، خصني ضروري نخرج للشارع باش نترجم داك الشيء الى الميدان. ما هو تعليقكم على الاتهامات التي وجهت لكم بالانفصال؟ ها هو دابا غادي يقول الجواب. هذا السؤال اللي سولو الصحفي، دابا غادي نسمعوا الجواب. داك التصاريح باش خرجوا بهم، ثم بعد ذلك يخرجوا واحد المده غير ما وصلش 24 ساعه يتراجعوا على الكلام ديالهم، يؤكد لنا انه التقارير التي رفعت كلها خاطئه
لم تستند الى اي حجه او دليل. يعني اتهام ابناء المنطقه اللي خارجين يرفعوا مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه والغاء ظاهره العسكره يتهمون يعني باتهامات خطيره دون استناد الى حجه، يعني مثل الانفصال، مع العلم ان الملف الحقوقي ما رفعش حتى شي حاجه فيها انفصال. وهذه الاتهامات فقط هي تصفيه حسابات على ظهر الحراك بين يعني الفئتين اللي باغين يتقربوا الى القصد على ظهر هذا الحراك. اذا الاخوان، هنا دابا وضحنا بانه السي ناصر الزفزافي بانه ليس انفصالي على الاطلاق، وبالتالي فما راجع عنه في وسائل الاعلام وما يروج عنه الان في وسائل الاعلام، فناصر الزفزافي بريء من هذه الترهات. خلاصه القول، وهذه اخر نقطه غادي ان شاء الله نختم بها. 20 سنه تعطات للزفزافي وتعطات للرفاق ديالو اللي باقيين معتقلين في السجن. 20 عام. علاش بالضبط عطى النظام هاد 20 عام؟ هاد 20 عام حنا كنعرفوا النظام دائما يلعب على فكره النسيان. عطى النظام هاد 20 عام باش يخلي المغاربه انهم ينساو الحراك ديال الريف وينساو قاده حراك الريف، ويخليهم بشويه تيتنسى كل شيء. عاد ديك الساعه الا بغاو يخرجوا. هاد الجنازه بينت لنا الان بان ساكنه الريف لا زالت متشبته بحراكها، وبان ناصر الزفزافي وكذلك الرفاق ديالو المتواجدين والقابعين في السجن لا زالت صورتهم لدى ساكنه الريف، لا زالت صوره يعني ترفرف في سماء الريف. وبالتالي فساكنه الريف لن ينسوا على الاطلاق مساله تاعت قاده الحراك وكذلك الحراك. اذا فما يقوم به الان هو هدف ديال المخزن هو محاوله يعني مساعده سكان الريف في نسيان قاده الحراك وكذلك نسيان المطالب ديال الحراك، باءت بالفشل. علاش؟ لانه هذا العدد المهول ديال الناس اللي حضروا الجنازه يبين بان الريف لا زال حيا، وبان الحراك لا زال مستمرا رغم غياب ديال القاده ديالو. فهي مساله وقت، ليس الا ان الريف سينتفض شئنا ام كرهنا. الاخوان المغاربه، نتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. فالموضوع كان يعني ضروري نقول هذه المعلومات، لانه تبارك الله راه 43 دقيقه هذه. فشكرا جزيلا لكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.